والأصدقاء. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. الحكمة في مدى فلنسمع ما روى، ما أجمل ما حوى من أسرار الديان. مكتوب والأصدقاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. مكتوب والأصدقاء. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. مكتوب والأصدقاء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. مكتوب والأصدقاء. لقد جمعنا كل الأموال اللازمة لتلك الرحلة التي حلمنا بها جميعاً، ولكن السؤال الآن: من منكم سيذهب ليدفع ويحضر لنا التذاكر؟ لن أستطيع الذهاب. وأنا سأذهب مع أبي خلال ساعة لشراء بضاعة لمحله. على ما يبدو لم يبقى سوى أنا وأنت يا عمر. وأنا لا يهم يا رفاق، سأذهب أنا وأحجز التذاكر، وسأتصل بكم بعد الحجز لأطمئنكم. ما الذي يحدث اليوم؟ كل الطرق مزدحمة. يبدو أنني سأسلك الطريق الآخر رغم أنه أكثر طولاً، ولكن لا يهم، لن يكون بهذا الازدحام كبقية الطرق. صدفة رائعة. أين أنت ذاهب يا حاتم؟ عمر، كيف حالك؟ سعيد لرؤيتك. وأنا أيضا يا صديقي، كيف حالك؟ وإلى أين أنت ذاهب؟ هل ستحجز رحلة الجمعة القادمة مثلنا؟ لا، أنا ذاهب إلى المشفى، فأمي هناك مريضة. حسناً، سآتي معك. شكراً يا عمر. أنا ليس معي سوى 2000. أرني. تفضل، هذا المال سيغطي الحساب ويفيض. ما هذا يا عمر؟ هذا مال رحلتك. لا يهم، ولا تطلب مني إعادة المال، فأنا أتذكر كم كنت تساعدنا وتساعد الآخرين دون أن تنتظر منهم كلمة شكر. وفي كل الأحوال فقد أرسلني الله لك، وجعلني أسير في ذلك الطريق الطويل لأقابلك وأساعدك. ولكن أنت تعلم أني لن أستطيع إعادة المبلغ، فلم يعد الوضع كما كان في السابق كما تعلم. حاتم، لا تكمل. هيا اهتم بأمك، وسأذهب أنا لأحجز لهم الرحلة. وإن واجهك أي شيء اتصل بي، ولا تخجل يا صديقي مني. جزاك الله خيرا يا صديقي. ماذا بكم؟ اتركنا الآن يا مكتوب. ولما أترككم وأنا أعلم سبب ضيقكم؟ وما هو سبب ضيقنا؟ سبب ضيقكم أن عمر لن يذهب معكم إلى الرحلة. يبدو أنه صار يتكبر على أصدقائه لأنه متفوق علينا. لا تسيء الظن به، إن الأمر بخلاف ذلك تماماً. هل تعرف شيئاً لا نعرفه؟ مع الأسف نعم. وماذا تنتظر؟ هيا أخبرنا. كنت أود ألا أخبركم، ولكني سأضطر كي لا تحدث ضغينة بينكم. لقد تبرع عمر بثمن تذكرته لأم حاتم، وتكفل بدفع باقي مصاريف علاجها، ولم يشأ أن يخبركم كي تكون مساعدته خالصة لوجه الله تعالى. وهل ما فعله صحيح يا مكتوب؟ بالطبع، واثق جدا أن الله سيعوضه خيرا قريبا، كما استخدمه لمساعدة حاتم صديقه سيسخر له من يساعده. من أين أتيت بهذه الثقة؟ من قصة السحابة. قصة السحابة؟ هيا أخبرنا بها.
حسناً، أخبريهم يا صفحاتي بالقصة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتاً في سحابة: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، أي أرض ذات حجارة سوداء، فإذا شرجة أي ساقية من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته أي بمجرفته. فقال الرجل لصاحب الحديقة: يا عبد الله، ما اسمك؟ صاحب الحديقة: اسمي فلان، بالاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما سألتني عن اسمي؟ الرجل: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان. لاسمك، فما تصنع فيها؟ صاحب الحديقة: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما خرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. يا الله، هذا جزاء المتصدقين. وهذا كان جزاء الفلاح لأنه كان من المتصدقين، مثلما كان جزاء حاتم أيضا لأنه كان من المتصدقين. والآن حان الوقت ليكافأ عمر جزاء صدقته. ماذا تقصد؟ لا تسأل ولا تنسى أن تفيدنا بقصة قيمة كما تفعل دائما يا صديقي كلما واجهنا موقف أو مشكلة. هيا بنا يا رفاق. لما لم تذهبوا للرحلة؟ سنذهب بعد قليل، ولكن ستذهب أنت معنا. كيف سأذهب وأنا لم أدفع ثمن التذكرة؟ لا تقلق، ها هي التذكرة. ماذا؟ علمنا ما فعلته مع حاتم، فمكتوب شرح لنا الأمر، ولن تكون أفضل منا، واعتبر ذهابك معنا مكافأتك، فلا ينقص مال من صدقة. ليس لدي ما أقوله. ستذهب إلى الرحلة معنا يا أخي رغم أنفك، فتلك الرحلة إجبارية. مكتوب والأصدقاء، مكتوب والأصدقاء، والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. الحكمة في مدى فلنسمع ما روى، ما أجمل ما حوى من أسرار الديان. مكتوب والأصدقاء، يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. مكتوب والأصدقاء، مكتوب والأصدقاء، والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. مكتوب والأصدقاء، يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. مكتوب والأصدقاء،